أنا اسمي شيماء، 27 سنة، بنت بسيطة من شبرا، ماليش غير ربنا وصاحبتي نور. نور دي كنت بحسبها أختي اللي ما خلفتهاش أمي. اتعرفنا من أيام الجامعة، كنا بناكل ساندويتش مع بعض ونقعد نضحك ونرغي بالساعات. أول ما اتخرجنا كنا بندور على شغل، وهي اللي وقفت جنبي. حتى وأنا داخلة شغل جديد كانت بتيجي تقعد معايا تحمسني وتدعمني. كنت بحكي لها عن كل تفاصيل حياتي، حتى عن علي، الشخص اللي دخل حياتي وغير كل حاجة. علي كان ابن ناس، محترم، راجل بمعنى الكلمة، خلاني أحلم، خلاني أعيش، خلاني أحس إني ست تستاهل تتحب. من أول ما ارتبطنا وقلبي بيدق بزيادة وحسيت إن ربنا بيعوضني، كنت بروح أحكي لها كل حاجة، كل كلمة بيقولها، كل وردة بيبعتها، كل مرة بيقولي بحبك. وأنا هبلة؟ لأ، أنا كنت بثق فيها زي ما بثق في نفسي، بس من كتر ما حكيت فضحت نفسي بإيديا. كنت بعرض لها صورنا مع بعض، مكالماتنا، الهدايا، حتى أماكن خروجنا، كل حاجة عرفتها مني. ومرت سنة وعلي جاي يتقدم رسمي، وأهلي وافقوا وحددنا الشبكة بعد العيد الكبير، وفرحتي كانت بالدنيا كلها. كنت بروح لنور احكي لها عن كل تفصيلة بنجهزها، لون المفرش، طقم الصيني، الأجهزة. بس نور كانت كل ما أقول لها على حاجة تضحك ضحكة باين فيها غل، بس كنت بطنش وأقول دي غيرانة بحب، أصلها مش مرتبطة. في مرة وأنا قاعدة معاها بتقولي يا شيمة، علي ده مش سهل، شايفاه غامض شوية. قلت لها لا يا بنتي، ده ملاك مالوش عيوب. ضحكت وقالت لي براحتك، بس خدي بالك. وساعتها الشك دخل قلبي، وانا اللي ما كنتش شكاكة ابدا. روحت البيت قلقانة، كلمت علي باسلوب كده فيه نبرة تحقيق. حس بيا وقال لي مالك، مين لعب في دماغك؟ قلت له على نور. اتضايق وقال لي خليكي في كلامي انا، ما تصدقيش حب. وسكت لأن قلبي كان لسه مطمن له. بعد شهر لاحظت علي بيتقل، مواعيده بقت تتلخبط، صوته بقى ناشف، ولما أسأله يقولي مشغول. حاولت أفهم، حاولت أضغط، بس كان بيرد بإجابات قصيرة. وفي يوم رحت مفاجأة ليه في الورشة اللي شغال فيها، لقيته قافل بدري، ولما كلمته قال لي إنه جوه، فاستغربت. سبت المكان ومشيت وأنا دماغي بتغلي. تاني يوم نور قالت لي انسي يا شيمة، لو بيحبك كان هيجري وراكي. رديت وأنا متعصبة انتي ليه كارحة فين ربنا عليا؟ وبعد أسبوعين جالي تليفون من رقم غريب، واحدة ست بتقولي ابعدي عن علي. قلت لها انتي مين؟ قالت لي أنا اللي قلبه معايا وإنتي شغل وقت. سكت وأنا حاسة الدنيا بتلف بيا وقلبي وقع في رجلي. رحت على طول لنور، عيطت لي، حضنتني وقالت لي ما تصدقيش، يمكن واحدة بتوقع بينكم. بس في عينيها كان في حاجة غلط، كان في لمعة انتصار، وأنا لمحتها. في يوم بالصدفة لقيت تليفون نور مفتوح قدامي وهي سايبة واتساب شغال، وبالفضول دخلت أشوف، لقيتهم بيكلموا بعض، علي ونور، صوري معاهم، ضحكي، أسراري، كانوا بيضحكوا عليها مع بعض. وبيقول لها ما تقلقيش، شيمة دي دماغها فاضية، هخلص منها قريب. كنت هنهار، قلبي اتحرق، وشي سخن، حسيت إني مخنوقة. قمت من مكانهم، رحت البيت، دموعي نازلة. رحت على المراية، بصيت على وشي، أنا اتغدرت من صاحبة عمري ومن حبيبي. قلت لنفسي يا شيمة لو اتكسرتي هتموتي، قومي. بدأت أجمع أدلة، رسايل، تسجيلات، صور، فضايحهم كلها، ورتبت كل حاجة. وفي يوم وهم قاعدين في نفس الكافيه اللي كنت بروحه أنا وعلي، رحت وقفت قدامهم بكل برود، سلمت عليهم وطلعت الموبايل وشغلت التسجيل بصوت عالي. انتي اللي قلبه معايا وانتي شغل وقت. وشوشه متغير، نور وشها احمر، وعلي قام يجي ورايا، وانا قلت له زي ما كنت بتلعب بيا هخلي كل الناس تلعب بيك. نزلت كل حاجة على الفيس والناس قلبت عليهم. علي خسر سمعته، ونور اتحرقت حرفياً، حتى شغلها سابته من الفضيحة، وأهلها منعوها تخرج. وأنا وقفت على رجلي، بدأت مشروع صغير للكوافير في الحارة، وبقيت أقوى من الأول، واتحبيت بجد من واحد تاني محترم قدر قيمتي ووقف جنبي. النهاردة لما بشوف علي ونور ماشيين في الشارع مكسورين، بحمد ربنا عشان عرفني إن الغدر مش بيجي من بعيد، ساعات بيجي من أقرب حد ليك.